يعني تفقيه الناس وتعليمهم مدى أهمية وجود هذا الأمن والاستقرار ومدى أهمية احترام رجل الأمن في الشارع. نعم. شو توجه كلمة والله لرجال يعني الدين؟ أنا أشدد على كلامك اللي قلته. طبعا يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفعلا يعني كل واحد في هذا المجتمع، كل فرد في المجتمع عليه مسؤولية. صحيح. ومثل ما تفضلت، سواء كان رجال دين أو مدرسين أو أولياء أمور أو يعني مختلف، حتى يعني الفعاليات السياسية والحقوقيين عليهم دور وعليهم مسؤولية في هذا الصدد. لأن يمكن يعني أنا أرجع لكلمة سيدي معالي وزير الداخلية اللي تفضل فيها في اللقاء، وقال الآن احنا يعني صار لنا حوالي سنة يعني جربنا فيها كثير من المعاناة والألم اللي مرينا فيها. صحيح. والآن يجب علينا أن نختار، هل احنا نبي نواصل في هذا الدرب أو أن احنا الآن يجب نتحمل المسؤولية الوطنية. كل منا يتحمل مسؤولية الوطنية في رأب الصدع، وفي يعني أن تكون هناك دعوات للمصالحة ودعوات أن احنا نرد على البحرين الأولي اللي عرفناها، اللي فيها السلم والأمان والأمن، واللي بإذن الله إن شاء الله بيستمر فيها الأمن. واحنا من جهتنا كوزارة الداخلية طبعا لن نألو جهدا في ان احنا نثبت هذا الأمن ونركزه، وهي مسؤولياتنا، واحنا ان شاء الله قادرين ننهض بها ان شاء الله. وان شاء الله طبعا مثل ما قلنا من قبل في عديد من المقابلات، الامن مسؤوليه جماعيه وليست مسؤوليه جهه معينه او شخص معين او يعني جزء معين من المجتمع، وانما هي مسؤوليه جماعيه على وايضا جهودكم مشكوره يعني اللواء طارق. يمكن ما نقدر ننكر ان وجود يعني شحن متزايد ما بين الطائفتين في بلدنا في هذا الوقت بالتحديد، وهذا الشحن قد ادى يمكن الى بعض اعمال العنف في المحلات التجاريه. القمامة والأخشاب في البحرين وفي جزيرة سترة تحديدا، متسلحين بالزجاجات الحارقة المولوتوف وأسلحة محلية الصنع، مطالبين بإسقاط الحكم الملكي وإعلان جمهورية البحرين. الزميل محمد العرب زار الجزيرة وعاد بهذا التقرير. هذه نماذج من الأشياء التي يقوم الشباب الذين يغلقون الطرق في جزيرة سترة برميها على رجال مكافحة الشغب، وهي عبارة عن مسمار إذا اخترق الجسد فلن يخرج بسهولة. المعرفي إن صح التعبير. دعيني ميسون قبل أن نتحول للسؤال الثاني أريك بعض النماذج من الأسلحة التي استطعنا العربية عادت بها من جولتها. هذا الشيء هو أشبه يعيدنا إلى أيام روبن هود. طبعا هذا الشيء هو سهم يتم قذفه إلى مسافة 100 متر، إذا اخترق الجسد فإنه لن يخرج بسهولة. أداة القذف هي هذه يعني هي مطفأة الحريق المنزلية، يوضع السهم في نهاية هذا الأنبوب المعدني ويتم قذفه إلى 100 متر. إذا اخترق الجسد فإنه لن يخرج لأن فيه نتوءات تعيق ذلك الشيء. نعم. إضافة دعني ميسون أطلعك على هذه الزجاجة، هي ليست زجاجة عطر، هي زجاجة مولوتوف. ميزة هذه الزجاجة أنه يخلط في داخلها إضافة للمادة القابلة لاشتعال البنزين نوع من أنواع المواد اللاصقة كالسكر، ما يصطلح عليه البلاستيك، فعندما تنفجر عملية التصاقها بالجسم يتطلب تدخل جراحي لإخراجها. إضافة إلى ذلك ميسون، دعيني أريك هذه الأسلحة. هذه هي الأسلحة التي تنتشر على طوال يعني مدينة جزيرة سترة، تقوم بإعاقة حركة المركبات، حتى أن أهالي يعني القرية سجلوا للعربية شهاداتهم يعني المستغيثة، لكنهم عادوا وطلبوا منا عدم يعني نشرها حتى لا يتعرضوا طيب. يعني للأذى والعقاب الجماعي. محمد، مما عرضت يبدو تم طبعا تحريز الأدلة الموجودة والتحفظ عليها وإثبات وجودها وإثباتها.
خلال عملية فض التجمهر اللي كان موجود في الدوار، تم القبض على شخص واحد اللي قام بعملية الدهس المتعمد لأحد رجال الأمن اللي يمكن ظهرت في ظل انتشار مقطع فيديو على موقع اليوتيوب يظهر استخدام عدد من المتظاهرين لسلاح ناري في منطقة الدير أثناء احتجاجات نظمت داخل المنطقة. الفيديو مصور من قبل المتظاهرين، هاي واحد. ثانيا، خرطوش ما تبقى من الرصاص الذي أطلق هو 8 ملم. 8 ملم هو لمسدس عثر عليه في فترة السلامة الوطنية في فترة طوارئ في البحرين، مكتوب عليه سخت إيران، يعني صنع في إيران. قبل أن أظهر معك في الاستوديو تحدثت الخبير العسكري حسام السويلم، وهو خبير عسكري يعني مهتم جدا بتصنيفات الأسلحة. قال إن هذه الأسلحة تصنع في مصنع في محافظة آراك الإيرانية من فئة 8 ملم، وهو متواجد كثيرا في قطاع غزة عند حماس تحديدا، وأيضا عند حزب الله. هذا على يعني ذمة الخبير العسكري نفسه الذي يرصد حركة هذه الأسلحة. هذه الأسلحة هي أصلا مخصصة للاغتيالات، لأن استعمالها بسيط وحجمها أصغر من المسدس 9 ملم، فيتم استخدامها بسهولة حتى من قبل مراهق. يعني مش شرط أن يكون الشاب يعني بالغ عشان يستعمل هذا المسدس، ولا يحتاج إلى دقة محمد. يعني في التصويب هو مسدس ميداني يمكن أن يستخدمه أي مراهق. ولو انتبهت إلى حركة الذي قام بإطلاق النار بحسب الخبير العسكري اللي تحدثنا منه قبل ظهورنا معك على النشرة، قال هذا حركته يبدو أنه تلقى نوع من التدريبات، لأنه أخذ وضع الإطلاق من وضع الوقوف، وهو وضع لا يفهمه إلا العسكر. محمد العرب، شكرا على هذا.